النادي الاهلي ردا على انفرادنا في مودرن كوره من يومين بشأن صفقة ليكونزا لاعب خط وسط مازيمبي. هو معروض علينا ولكنه ليس أولوية في هذا المركز. من يومين قلنا لحضراتكم ان لاعب خط وسط مازيمبي جيلودي ليكونزا معروض على النادي الاهلي من اجل التعاقد معه مجانا بعد انتهاء تعاقده مع مازيمبي، وجبنا لحضراتكم تصريحات على لسان اللاعب ليكونزا قال فيها انه بالفعل عنده عروض من الدوري المصري ولكنه لم يكشف عن اسماء هذه الانديه. الكلام ده قلنا لحضراتكم عليه من يومين، واللي مش مصدق يدخل على القناة هيلاقينا من يومين 3 قايلين الخبر ده. دلوقتي بقى بعض اعلامي النادي الاهلي، الاعلاميين اللي شغالين في النادي الاهلي بعدينا بيومين 3 بيقولوا نفس الخبر. دلوقتي بقى جايبين لحضراتكم الجديد، موقف النادي الاهلي من ضمه بعد عرضه على الاهلي. الاهلي بيقول كده بالحرف ليكونزا واحد من المعروضين ولكنه ليس رقم 1 في قائمة المرشحين. يعني من الاخر كده في لعيبة تانية سابقاه في الترتيب زي محمد علي بن رمضان، مكوينة لاعب صن داونز ولاعيبة اخرين، وبالتالي هو ترتيبه تقريبا كده رقم 4 أو 5 في قائمة المرشحين.